في شهر واسبوع من عمليه النحت اللي حضرتك عملتها الوسط يبقى كده؟ وثانيه واحده مش الوسط بس، صح. اسفل الوسط ازاي حضرتك ده كان عامل كده؟ ازاي الدنيا بقت عامله كده؟ لا اشرح لي يعني ايه نحت القوام ده اساسا؟ طيب هو كان زمان في كونسيبت قديم خالص اسمه شفط الدهون او ان احنا نشفط دهون من اماكن معينه. الموضوع ده اختلف كليا في الفتره الاخيره. التجميل ميزته دايما ان هو اب تو ديت، كل شويه في فكره جديده، في جهاز جديد، في كونسيبت جديد في الشغل بيخلينا نبدا ان احنا نتعامل بشكل افضل وبشكل حرفي اكتر. دلوقتي تنسيق القوام او ان هو الفور دي لايبوسكالبشر او النحت رباعي الابعاد ده الكونسيبت الجديد الموجود في فقره شفط الدهون. دي اسامي جديده احنا بنسمعها بالظبط. يعني يعني على ايام، يعني ايام انا زمان من 14 15 سنه كده كنت عملت حاجه كده الحقيقه وفشلت يعني او ما ادتنيش النتيجه. بس الاسامي دي بقى حضرتك الرباعي الابعاد والنحت مش عارفه القوام بالايه ده جديد. هو ده الفكر الجديد. زمان كان فكرتنا ان احنا لما نيجي نعمل شفط دهون فكرتنا ان انا هنزل كام لتر دهون، انا عملت عمليه نزلت 3 لتر 4 لتر، هو ده الهدف ان انا انزل دهون. دلوقتي هدفي ان انا اعمل نحت لشكل الجسم، ابرز مظاهر الجمال الموجوده في المنطقه، وليكن مثلا البطن لازم ان انا اعمل ميد لاين خط النص الفي شيب بتاعه البطن، ان انا اعيد توزيع دهون في اماكن تانية عشان اوصل لكيرف شكله كويس، اوصل لشكل الاور جلاس كويس خالص او الشكل الكيرفي اللي احنا الناس كلها عايزاه. الكيرفي ده ايوه ده الكونسيبت الجديد. لازم كل الدهون دايما في كونسيبت كده اللي هو دهونك يعني ممكن نستفيد بيها باماكن تانية، مش معنى ان انا عندي دهون ان انا خلاص عايز اشيل الدهون دي وخلاص، لازم ان انا اعيد تنسيق القوام عشان يوصل لشكل كيرف كويس. طب ممكن حضرتك توضح لي الصوره